بالفعل كنا كنتمناو نشوفوا في الضفه الاخرى اللون الاحمر، ولكن شاءت الصدف انه يغيب الجمهور ديال فريق الوداد. نتمنى انه اناشد الجمهور ديال الوداد الذواق ان يعود الى الميادين في اسرع وقت. وكنظن ان الحارس عقيد بقدر ما تالق في هذه المقابله، بقدر ما صد محاولات انه خانوا الحظ في ابعاد هذه الكره، وكان الابعاد ديالو قريب من الرجل ديال اللاعب ياجور اللي استغل الفرصه مره اخرى وسجل الهدف اللي اكيد انه سيعطي للمقابله وجه اخر وسيعطينا حماس اخر خلال هذه المواجهات، مواجهه الديربي. الهدف ياتي رجاء انه ينفردوا بالحارس اكثر من مره سواء خلال الجوله الاولى او خلال الجوله الثانيه، وبالتالي تمكن الحارس عقيد من انقاذ بعض الفرص ولم يتمكن من انقاذ اثنين، وبالتالي كانت الاهداف لفريق الرجاء. ونشاهدوا التمريره الجيده ديال اللاعب بورزوق اللي ما هذه المره ما ضيعاش اللاعب متولي وسجل الهدف الثاني. بالنسبه للجوله الثانيه كانت البدايه ديالها وداديه، ولكن سرعان ما عاد الرجاء للواجهه. الهدفان ديال الرجاء جاء نتيجه حملات مضاده. انعدام الضغط على حامل الكره كان السمه البارزه في هذا اللقاء. التنويع في الهجمات كان منعدما. تاكدنا السي حسن اننا لم نعيش مسرحيه مفبركه، ولكن عشنا مباراه رياضيه محضه بكل المقاييس، كانت نتيجتها مريره للوداد وساره للرجاء. وسيكون هناك تغيير، خروج اللاعب مابي. كان بالامكان ان تكتمل بصور اخرى تكون بالاحمر وليس بالاخضر لجماهير فريق الرجاء البيضاوي اعلائيين. فيمكن ان نقول ان هذه هذه الاحتفالات قللت بشكل او باخر من حجم الغياب، وان كانت لم تنفيه او كان شيء من العزاء في هذا